نسيت. شو اسمه، الشومي، جبن مالح غني قلبني تعيبة ولا كابتن عظام، تشيشة سكالوب ولا الحم باش نهرسوهم ولا نرحيوهم كهو. باش ناخدو غير كين طماطم معجونة، شجرة الزيتونة، ملح فلفل أكحل وفصين ثوم. هذه هي الحكاية الكل. بصمة البطاطا متاعنا بعد خليها تستقر، نرحيو السكالوب ولا اللحم متاعنا ولا نهرسوه ونخلطو الحشو كالعادة مع شدا فلفل أنا اليوم مع شيشة الجبن عيب على العظام ونخلطو. حبوه الحشو يبدا شدد روح ما يبداش مدردر باش بعد ما يتحللناش خاطر باش نقليوه هكا. هو يحضر الحشو متاعنا باش ناخدو هكا شيشة بينتين ونشكلوهم على شكل نقولوا كعيب عظم او مستطيل هكا كل مستطيل نحبوها. هذه الماكله متاع اليوم كي نشكلوها كعب كل بالطول هكا، نقولوا نحنا كعيب بنان مقسوم على 3 بالضبط. اي نسيت باش نفرحوا بشكركم يجي اصفر لونه خاطر هكا. هو نشكلوا كعيبات هكاك ونسقسوهم في زيت باش تقلي. بعدين هما تقلي نمشيو نحنا نحضروا الصوص متاعنا، طماطم وتش الثوم زيت زيتونه ملح فلفل اكحل، خليها تقلى على نار هاديه مش لازم تزيدوها ماء، بدها تقلى باش تنحي القروسيه متاع الطماطم كهو. نخرجوا الكعيبات متاعنا نخليهم يستقشروا ونجيبوا صحي نحطوا فيه الصوص متاعنا. يا نحبوا نحطوا الصوص في صحين وحدها والكعيبات متاعنا وحدهم، يا نحطوهم من بعضهم نحطوا كالصوص وندوروا بها كعيبات طاجين البنان متاعنا يبداو صفر يا هكا مستطولين وناضجين يشربوا كالعادة مع تشيش خبزة مبسس في السهرية والجاه بنة